كلنا عارفين ان بيراميدز كفريق وسكواد فرقه مرعبه، ومعاهم مدرب كده بلغه الكوره زي ما بنقول راجل عقر في الملعب، بيعرف ان هو يقرا الاخطاء بتاعه المنافسين ويعرف ان هو يقرا الافكار بتاعه المدرب اللي بيلعب قدامه. بالفعل ده اللي حصل اثناء المباراه وبالذات الشوط الاول، في ظل بقى ان اوسيريو عنده نفس الاخطاء المتكرره، ان هو بيبدا غلط ثم بعد ذلك يعدل الاخطاء بتاعته، وان الراجل كان عامل حساب زياده عن اللزوم لفريق بيراميدز والقوه الضربه اللي موجوده في نص الملعب، فبالتالي لعب بثلاثه في نص الملعب ادوارهم الدفاعيه اكتر كتير من الادوار الهجوميه، وده جه على حساب النواحي الهجوميه او الخط الامامي بالنسبه لنادي الزمالك، سواء ايشو في الحته دي او هنا بالنسبه لناصر منسي او حتى هنا سيد نيمار. ثلاثه اول مره يلعبوا جنب بعض، فده عمل فجوه كبيره جدا ما بين نص الملعب وما بين الخط الامامي، ان هنا مفيش زياده من عمر جابر. يمكن عمر نسبيا شويه بيزيد وبيشتغل وممكن يكون جبهه نتيجه ان هو رجله دايما بتاخده لقدام، انما الراجل ده رؤى مفيش خالص اي زياده. الراجل ده عمرو السيسي مفيش اي زياده، حتى لو في زياده بدون انتاج برضو واضح. ده ريح لعيبه نادي بيراميدز الشوط الاولاني وخلاهم يعملوا استحواذ كويس عن طريق هنا مهند لاشين وعبد الله السعيد ومهند لاشين ووليد الكارتي. بيراميدز من الفرق اللي دايما في اسلوبه في طريقه لعبها بتعتمد على ان هو ازاي يعمل انتشار جيد، لان الانتشار الجيد بيخليه ان هو يعمل بناء هجمه بشكل كويس جدا، ولو نجح في الكلام ده في النهايه بيخدم مكمن الخطوره اللي بيتمثل في الاثنين الارتكاز اللي بيلعبوا في نص الملعب، سواء عبد الله السعيد بقى او رمضان صبحي او بلاتي توريه لما بيلعب في الحته دي، او وليد الكارتي او اسلام عيسى او حتى محمد رضا بوبو اللي هيلعب بعد كده، او سيف فاروق جعفر. ليه؟ لان الفرقه شغاله كلها بسيستم واحد، هتلاقي اللي بيشتغل بنفس السيستم، بيساعد كتير قوي، بيسهل المأموريه بشكل كبير جدا على الثلاثه اللي قدام. بالفعل ده حصل في مباراه الزمالك النهارده، لكن كان بحذر شويه، ان الراجل حتى وهو بيحضر كان عامل حساب لنادي الزمالك وكان قلقان من نادي الزمالك، بغض النظر بقى اوسيريو بدا غلط بدا صح صحح من اخطائه ايا كان، لكن السيستم والاسلوب فضل مستمر لحد اخر المباراه. هتبص تلاقي كريم حافظ بيطلع وبيعمل انتشار كويس، لكن اخره لحد هنا تحفظ. ليه؟ لان كده كده اوريدي بيراميدز عنده جبهه في الحته اللي قدام، عنده جبهه فيها ابراهيم عادل، عنده جبهه فيها عبد الله السعيد، نفس الكلام في ربط ما بين الراجل اللي هو هنا اللي هو مايلي. الناحيه الثانيه هتلاقي كابتن احمد فتحي برده بيطلع اخره لحد هنا بحذر عشان يريح مصطفى فتحي، لان برده في جبهه في مايلي هتلاقي رابط مع مصطفى، وفي وليد الكارتي رابط برده مع مصطفى بالشكل ده. هتلاقي الاثنين باكين السنتر باكين احمد سامي بيظهر هنا، وتلاقي علي جبر بيظهر هنا عشان يسهلوا المأموريه على مهند لاشين ان هو ينزل في الفري سبيس المساحات الفاضيه ويبدا ان هو يستلم ويسلم بشكل كويس ويجي لوشه الملعب. ده كان بيساعد كتير الاثنين اللي بيلعبوا قدامه، خصوصا ان قلنا ان نادي الزمالك كان عنده فجوه كبيره جدا في كل المنطقه دي، لان في مساحه كبيره ما بين الثلاثه بتوع نص الملعب اللي ادوارهم تقريبا كلها كانت دفاعيه، وما بين الثلاثه بتوع الخط الامامي اللي اول مره يلعبوا جنب بعض وما عندهمش الخبره ولا عندهم الانسجام اللي يقدر يساعد على عمليه البالانس او عمليه التوازن ما بين هنا وما بين هنا. الكلام ده كان بيساعد عبد الله السعيد ان هو يعمل ايه؟ في ظل وجود تحضير بيطلع للحته اللي قدام بالشكل ده، ثم بعد ذلك يبدا ينزل في برضه المساحات الفاضيه بالشكل ده عشان يسحب الراجل ده اللي هو عمر جابر، ويبدا يفضي المساحه دي لابراهيم عادل يخش لجوه اوتوماتيك. هتلاقي مصطفى فتحي بيطلع لبره، اول ما تلاقي ابراهيم عادل بيخش هنا بص الناحيه الثانيه تلاقي مصطفى فتحي عامل بالشكل ده على طول اوتوماتيك، مع التحركات بتاعت مايلي اللي كان بيعملها باستمرار في ظهر هنا محمود علاء والزناري، وفي ظهر هنا الزناري وحمزه المسلوسي، او هنا في ظهر برضه عبد الشافي ومحمود علاء، وكان اكتف على طول نشيط وعنده باور وبيشتغل بالسرعه بتاعته. وفي نفس الوقت وجود مصطفى فتحي هنا بيسهل عليه حاجات كتيره جدا، ان اول حاجه فتح الملعب، الخط لو الكره اتعمل لها روتيشن ووصلت لحد احمد فتحي او وصلت هنا لوليد الكارتي وبدا ان هو يخدم على مصطفى، يبدا مصطفى عنده حل من الاثنين، يا اما يشتغل بشكل فردي على عبد الشافي 1 على 1، يا اما عبد الشافي ما يطلعش يقابله ويسيب الحته دي للراجل اللي بيلعب في نص الملعب اللي هو عمرو السيسي يبدا ان هو يقابله، فبالتالي المساحه دي كلها بتفضى لمين؟ لوليد الكارتي يطلع يزيد ويعمل زياده في ظل وجود عبد الله السعيد، فيبدا هنا بيراميدز يشتغل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الشوط الثاني بالنسبه للراجل في نادي الزمالك بدا ان هو يحس ان خلاص المباراه بتهرب منه، فبدا يفكر في تغييرات فيها ريسك او فيها مجازفه شويه، ان هو راح مطلع الاثنين الارتكاز بتوع نص الملعب رؤى وعمرو السيسي، وراح محول الطريقه من 4-3-3 ل 4-1-4-1، راح منزل هنا نبيل عماد دونجا على الدايره، وراح مطير هنا ناصر منسي، ومنزل هنا مصطفى شلبي مكان نيمار، وراح منزل هنا نضاي مكان ايشو، وراح زائق عمر جابر، وراح منزل جنبه هنا يوسف اوباما. الكلام ده اكبر بيراميدز ان هو يبقى عنده ارتداد دفاعي ويبقى عنده تحفظ شويه في الحته الهجوميه، فرجع بقى احمد فتحي جنب علي جبر واحمد سامي، ورجع هنا كريم حافظ، وبدا بقى يعمل تغييرات بنزول بقى بعض اللعيبه اللي بتمتاز شويه بالادوار الدفاعيه بالشكل ده، لحد ما نادي الزمالك قدر ان هو يرجع للنتيجه ويسجل عن طريق تغييرات
سواء دونجا الهدف الاول او ابراهيم نضاي الهدف الثاني، ثم بعد ذلك قام ساحب ناصر منسي وراح مدخل ابراهيم نضاي وراح منزل شيكابالا بحيث ان هو يدوس اكتر على بيراميدز هجوميا، في ظل ان باتشيكو الناحيه الثانيه بدا ان هو يكتشف ان بقى في مساحات في نادي الزمالك في ظل الاندفاع الهجومي، راح منزل رمضان صبحي وقدر رمضان ان هو يسجل هدف التعادل. وبالتالي انا شايف المباراه يعني نتيجتها كانت عادله بشكل كبير جدا، والمباراه الاثنين مدربين اشتغلوا فيها بشكل كويس 50-50.